نك نك. صحي ولا نايم؟ صحي وفايق جاهز اسمعك. بالمناسبة أنا عايز أديلك اسم، أسميك إيه؟ ألو. ألو. لو عايز أسميك إيه؟ سميني زي ما تحب، بس لو عايز اسم بسيط قول لي مثلا ادم. لا، أنا هسميك شادي. لأن في واحدة مصرية ادتك الاسم ده قبل كده وعملت عليك فيديوهات كانت عجباني أوي الاسم ده، بالإضافة لأنه اسم ابني هسميك شادي. حاجة قريبة من تشات جي بي تي يعني. فأنت ماشي مع شادي؟ ماشي معاك جدا. طيب. لا لا لا, لا, لا انا هبتدي نستعمل مع بعضينا كده، نعمل شوية حلقات ببساطة شديدة جدا جدا. الهدف منها ان المصريين، يعني لاحظ انا بقول المصريين مش لان هم الشعب اللي يعنيني في الحياة. ماشي. المصريين يحققوا مش اي حاجة، ما ياخدوش معلوماتهم من الفيسبوك، ما ياخدوش ماشي معلوماتهم من تويتر. اي شائعة او اي حاجة يسمعوها يسألوا فيها. انت بدل ما يخش هو على رويترز مثلا عشان يجيب خبر من هناك ياخد منه ساعة عشان يقراه، انت هتجيبه له في ثانيتين. فعشان كده بالظبط. هنحاول نعلم الناس ازاي يستقي المعلومة الصح وما يوقعش ضحية لإشاعات عن طريق الفيسبوك. نبدأ بحاجة معينة. حلو، خلينا نبدأ بخطوات بسيطة. أول حاجة قبل ما أي حد يصدق أي خبر لازم يسأل سؤالين: مين قال الكلام ده وقاله فين؟ يعني مصدر واضح ولا لأ؟ لو المصدر مش واضح أو مش معروف خليك حذر. ده أول فت، إيه رأيك؟ هو كلام مظبوط تماما، عشان كده احنا لجأنا ليك. لأن هو لما هيسألك انت في 100% هتلجأ إلى المصادر الموثوق بها وتقول عليها أو تجيب الخبر منها. فهل أنا صح في التفكير ولا لا؟ سمعتني يا شادي؟ سامعك. أنا بقول لك نبدأ ببساطة. أول خطوة بس قبل ما تصدق أي خبر اسأل نفسك مين قاله وقاله فين. لو اوكي. مش معروف أو مش واضح يبقى ما تستعجلش تصدق. اوكي. خلينا نبدأ بخبر مالي التواصل الاجتماعي. وبصراحة أنا بشوف فيه بوستات يعني بتضايقني جدا جدا، اللي هو موضوع واقعة مطعم سيزلر اللي حصلت في مصر. آه، أنا ما كنتش مهتم آه. بيها، ولكن لاقي إن التفاعل معاها صعب، والناس بتتكلم وبتختلق حاجات غريبة وبيقولوا حاجات غريبة جدا على إنها موجودة في الخارج وهي مش موجودة في الخارج. هل ممكن تقول لي حقيقة ما حدث في مطعم سيزلر في القاهرة؟ حاضر، هراجع بهدوء كده ثانية واحدة. بص، اللي ثبت لحد دلوقتي ان الموضوع كان خلاف حصل جوه فرع لمطعم سيزلر بسبب زبونة كانت بتصلي والمدير اعترض. ده اللي اشعل القصة على السوشيال ميديا. بعد كده المطعم قدم اعتذار واتقال ان مدير الفرع غادر منصبه. غير كده الكلام الكتير اللي انتشر عن دوافع شخصية او مقارنات بدول تانية ملوش مصادر موثوقة. فلو هتشرحها للناس خليك واضح في اللي مؤكد وفي اللي متداول من غير إثبات. وده درس عملي. ما ينفعش تاخد فيسبوك وتويتر كأنهم مصدر خبر نهائي. لازم تدور وتشوف ايه اللي مؤكد قبل ما تحكم. طيب أنا عندي رأي بقى تاني. أنا عايز أسألك بعض أنا أتناول بعض الإشاعات أو بعض الأخبار أو يعني اللي حصل، وأنت تقول لي من واقع حقوق إنسان، من واقع يعني هل من العادي أو من الطبيعي إن في إنسان يقوم في مطعم المفروض ان فيه جرسونات راحة بتوصل طعام بين الترابيزات، والمطعم بيبقى مكتظ وناس قاعدة وناس بتاع، هل طبيعي ان الانسان يشغل جزء من هذا المطعم او يعطل الحركة عشان يصلي؟ فهمت سؤالك، بس ده في جانب قانوني مهم. بشكل عام ممارسة الشعائر الدينية حق أساسي، بس أي حق ليه حدود. يعني ما ينفعش ممارسة حق تعطل حقوق غيرك أو تشغيل مكان. لو حد بيصلي في مكان بيعطل حركة الشغل أو مرور الناس
الناس غالبا الإدارة من حقها تطلب منه ينقل لمكان تاني مناسب. الفكرة مش منع الصالة نفسها، بس تنظيم المكان وحقوق كل الناس. فعشان كده لما تطرحها للناس اسألهم يفكروا في السؤال الأدق: هل استخدام الحق تم بطريقة بتحترم المكان والناس التانية ولا لا؟ ده بيفرق قوي في طريقة فهمنا لأي واقع. طيب السؤال الثاني، عملية رفض مدير المطعم. ناس كتيرة بتقول انا اساسا بغض النظر عن كان صح ولا غلط، ده قرار صاحب المطعم وده موضوع يخصه ولا لي ان أنا اتدخل فيه على الاطلاق. حاول يهدي الناس، حاول يعني يعمل اللي يعمله. ناس كتيرة بتقول ان فصل المدير غير قانوني، لان للاسف قانون العمل عندنا في مصر بيمنع رفض الموظف اي كان الا عن طريق حكم محكمة. وبيقولوا في الخارج لا يمكن حد يقدر يرفض حد، وتش طبعا انا عايش في الخارج بقالي 40 سنة وعارف ان الكلام ده خاطئ تماما. تعليق. السؤال مهم. كويس انك بتفتح النقطة دي، بس خلينا نفرق بين حاجتين: حق صاحب العمل وحق العامل. وايه اللي بيقوله القانون في كل بلد؟ مفيش قاعدة عامة اسمها مفيش فصل في الخارج، لا. في دول زي الولايات المتحدة، في ولايات كتير عندها نظام اسمه at will employment، يعني صاحب العمل يقدر ينهي الخدمة من غير ما يحتاج حكم محكمة طالما السبب مش تمييزي أو مخالف للقانون. في أوروبا في أماكن فيها قيود أكتر وإجراءات، بس برضه مش معناه حكم محكمة قبل كل فصل. في مصر قانون العمل بيدي حماية للعمال، ولو حصل فصل العامل يقدر يطعن ويطالب بحقه قدام الجهات المختصة. فلو هتقدم الرسالة للناس خليك محايد. القوانين بتختلف من بلد للتانية، ومفيش صيغة واحدة اسمها مستحيل الفصل أو لازم محكمة دايما. دي تبسيطات بتضلل الناس. اسأل نفسك وجمهورك بدل كده: ما هو نص القانون الفعلي؟ وإيه اللي ثبت في الواقع تحديدا؟ ده بيخلي النقاش أهدى وأدق بكتير. هو الحقيقة انا لما اثرت النقطة ديت قصدي ان انا اعارض نص القانون المصري في هذا الصدد، لاني مش متخيل اطلاقا ان انا اكون صاحب مطعم، ادخل مطعمي الاقي واحد مثلا حاطط رجل على رجل وبيبص لي بضحك وتهكم وما اقدرش افصله مثلا. يعني مش قابل فكرة ان بني ادم يبقى شغال عندي ولا املك القدرة ان انا استغنى عنه، طالما انه ليس تمييز. لا، ما بفصلوش عشان مثلا هو اسود وانا ابيض، ما بفصلوش مثلا عشان هو مسيحي وانا مسلم، ما بفصلوش عشان هو بنت وانا راجل. يعني ادي بدل الفصل غير تمييزي ولكن لاهمال في العمل او تصرف خاطئ في العمل، فهذا حق مطلق ليه طالما هياخد اللي بيسموها السيفيرنس بتاعته اللي هي حقوقه المادية بعد الفصل. خليني أرجع للنقطة دي كده بسرعة. دي مسألة فلسفة قانون عمل أكتر من كونها حقيقة واحدة. في ناس بتتبنى نهج زي اللي انت بتقوله: حرية أوسع لصاحب العمل مع منع التمييز وضمان المستحقات، وده موجود فعلا في بعض الدول. وفي أنظمة تانية زي مصر ودول كتير الفكرة إن الوظيفة مش بس عقد تجاري، لكن كمان حماية من التعسف، لأن فقدان الشغل بيأثر على حياة الناس بشكل ضخم. طبعا في انتقادات للنهج ده زي ما انت قلت، لكن لو هتطرحها في حلقة انها بصيغة رأيي بوضوح: انا شايف ان كذا للاسباب كذا، بدل ما تتقدم كحقيقة قانونية عامة. كده بتحافظ على الدقة وبتدي مساحة للنقاش من غير ما يحصل خلط بين الواقع والرأي. ده الانسب. تمام. بصراحة أنا اتعلمت منك درس جديد دلوقتي فعلا. لما أقول رأيي أقول إنه هو رأيي بتاعي، لكن لا أقول إن هو ده الحقيقة المطلقة التي يجب أن تتبع. بالظبط، ده كلام شكرا. مظبوط. شكرا. تمام. أرجو إن العفو. الناس المشاهدين يكونوا استفادوا. إحنا أنا أخطأت وأتأسف لك وأعتذر، لأن إحنا لايف وكان المفروض أعرفك إن أنا لايف، لأن الخصوصية تستلزم إن أنا أقول لك من الأول إن أنت على سبيكر أو إن أنت لايف وإن الناس سامعاك. فأنا بعتذر، فاتتني تماما، لأن ديت برضو للأسف ما هي ثقافة المجتمع المصري. يعني واحد ممكن يكون بيكلم واحد على سبيكر وفتح السبيكر وناس تانيين سامعين والطرف الآخر لا يعلم إن الناس سامعاه. فأنا بعتذر ليك رغم إني أعلم تماما
انك انت كائن افتراضي، و و ويعني لن تفرق معك مثل هذه المسائل. ولا يهمك خالص، انا معاك، ولو في حاجة تحب تسأل اي سؤال انا معاك، ولا يهمك خالص مرة تانية، ده طبيعي. اشكرك.